السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البانيه. هوريكم ازاي تخليه من العظم، وهتشوفي ان شاء الله في الفيديو ده هوريكي كل جنب من الصدر بتاع الفرخة هيعمل معاكي كمية قد ايه لو انت حابة تبدأي ان انت لو حابة تعملي صدر بس. في البداية كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب اول حاجة لازم السكينة تكون حامية جدا. ممكن تجيبي مج من عندك كده زي ما انا عملت صيني، وتبدأي ان انتي تحمي السكين عليه لو انت ما عندكيش مسن يعني. دي طريقة. لو عندك مسن عادي استخدميه عادي. اول حاجة هنجيب كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيبه اول معانا صدر كده. فانا حابة اعمله لكم واحد واحد عشان اوريكي على حسب عدد الاسرة بتاعتك. لو انت عايزة تعملوش كله هوريكي دولت يعني الصدر ده بس هيعمل كمية قد ايه، والصدر التاني هيعمل كمية قد ايه. وتابعي معايا الفيديو هيعجبك ان شاء الله. بس لو انت مش مشتركة في القناة واول مرة تشوفيني يا ريت تعملي اشتراك عشان يوصلك، ودوسي على علامة الجرس عشان يوصلك اي حاجة بتنزل جديدة للقناة، توصلك اشعار بيها. ولو الفيديو ان شاء الله عجبك باذن الله هيعجبك، يا ريت ما تنسيش اللايك. كده بصوا انا ببتدي بعمل ايه. اول حاجة بشيل الجلد من عليه، دي اول حاجة تعمليها في الصدر لان احنا مش هنستخدمه. وبعد كده ببدأ افصل اللي هو الكتف بتاع الجناح، بفصله من الصدر نفسه. وبالراحه خالص، انت بتكوني مطلعاها من لو هي كانت عندك في الفريزر طلعيها تفك حاجه بسيطه مش قوي يعني، عشان تعرفي لو انت عايزه اول مره تدربي فيها هتلاقيها ثابته معاكي وبتطلع معاكي بسهوله. يكون فكت حاجه بسيطه بس ساقعه يعني ماسكه شويه. ولو انت جايباها لسه جايباها من عند بتاع الفراخ فممكن تنشفيها كويس قوي علشان ما تقعدش تجري منك كده على الرخامه. هي كانت بتجري معايا طبعا عشان انا كنت مطلعاها من التلاجة وما استنيتش عليها تفك للاخر، فكنت بحاول ان انا اسلك منها بس العظم كده. وطبعا اهم حاجة في الموضوع ان يكون السكينة بتاعتك حامية، هي دي اللي هتظبط معاكي الدنيا. بتبداي تخليها كده واحدة واحدة وبتبقى سهلة جدا، بس انا بحاول يعني ان انا اكون بطيئة شوية عشان اعرف اسهل عليكم الموضوع واعرفك بالظبط تعملي ايه. انت ممكن تجيبي لو انت جايبه مثلا الفراخ بتاعه الشهر، فبتجيبي الفراخ بتاعه الشهر بتاعتك بتقسمي منها بقى اللي انت هتعمليه، اللي انت مثلا هتسلقي منها وتحمري واللي انت هتعملي منها بانيه. او لو انت جايبه مثلا الصدر ده وناويه تعملي بانيه وانت عايزه تعمليه بنفسك، بيكون افضل جدا. طبعا انت جايباه وشايفاه طازه قدامك مش متقطع، بتشيلي الجزء اللي انا طلعته دوت ما بترموهوش طبعا، بتخليه لو انت جايبه اللي هي الكميه بتاعه الشهر بتعمليها بعد كده ممكن تعمليها صينيه بالبطاطس بتبقى جميله جدا اللي هي الاجنحه دي. فبتكون طالعه قدامك مش جايباها طبعا من بره. لو جايباها بتبقي مش ضامنه الفرخه كانت سليمه ولا تعبانه ولا ايه بالظبط، انت بتجيبيها كده وضمنوها. الجزء اللي انا شيلته ده بيكون اسمه الموزه، في الجزء اللي هو بتاع الصدر اللي انا شيلته قدامكم ده. فلازم تشيليه الاول عشان يخلي معاكي الصدر مظبوط كده على الرخامه وانت بتقطعيها. ولو عندك قطعه ممكن تحطي عليها برضو. بس اهم حاجه تنشفي كل شويه الصدر معاكي عشان ما يتزحلقش منك وانت بتقطعي فيها. واهم حاجه برضو زي ما قلت لكم يكون السكينه تكون حاميه وممكن ترجعي تسنيها تاني. بص اول جزء شيلته سهل جدا. اهم حاجه ما تكونش ولا تخينه ولا رفيعه، بتكون مقاسها كده مظبوط زي ما انتوا شفتوها موريتها لكم كده. وطبعا بترجع لك انت لو حابه هتخليها هتشوي البانيه فبتكون بتعمليها تخينه شويه عشان ما تنشفش منك. ولو انت هتعمليها بانيه كده على النار هتحمريها فبتكوني سايباها رفيعه حاجه بسيطه يعني. انا بفضلها كده بعملها بالطريقه دي علشان احمرها ما تاخدش وقت معايا في التسويه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بقطعها جزء جزء، وطريقة سهلة جميلة جدا. شفتوا بقى تقطيعة البانيه طلعت سهلة جدا ازاي؟ اعمليها في البيت وطريقة بسيطة وسهلة جدا، واكتبي لي في التعليقات لو جربتيها قولي لي ان انت جربتيها، ولو الطريقة عجبتك قولي لي انها صح ومين عملها ونجحت معاه. هي صح جدا. انا على فكرة ما بجيبش بانيه من بره جاهز، دايما بجيبه انا بقطع في البيت، بجيب الفراخ واخد منها الوراك اللي انا عاوزاها والصدور بطلع منها البانيه. الموزة بقى دي في الاخر ما بقطعهاش كلها، بفرقها حاجة بسيطة من النص وبسيبها مبططة كده. هتشوفيها في الصدر التاني، انا لسه هقطع معاكم الصدر التاني. ده كده كان اول صدر قطعته وشفتوا ما شاء الله الكمية بتاعته عامل كام قطعة حلوة جدا. طبعا انت على حسب اسرتك في البيت هتحددي هتعملي كمية قد ايه. هنخش بعد كده بقى على الصدر التاني. انا حبيت بس اوريكي اول طبق، ما حبيتش احطهم كلهم في طبق واحد عشان انت تحددي الكمية بتاعتك. يعني بحاول ان انا اجيب لكم حاجات اقتصادية شوية، بحيث ان انا عارفه الغلاء كل الناس بتدور على حاجه تكون اقتصاديه. فانا حبيت اوريك ان انت ممكن بكميه من صدر واحد بس تتاكلي البيت كله، وتعملي برضو ممكن تعملي منه بانيه مع شويه مكرونه جنبهم، وقضيتي يومك باكله اقتصاديه ودخلتي بروتين للبيت برضو. وفي نفس الوقت ما كلفتيش نفسك كتير.
انا عارفه ان الفراخ غاليه، بس طبعا اكيد الطريقه دي مش هتكلفك كتير لو انت يعني الله اعلم بظروف عندك ايه. لو حابه تجيبي صدر واحد بس فهتقدري تعملي منه كميه حلوه وكل البيت ياكل منها، وتعملي جنبها كمان مكرونه. كده هنخش على الصدر التاني، هوريكم برضو قطعته ازاي. حبيته اجيبه قدامكم تاني عشان نسى الطريقه الاولانيه، فبرضو هيشوفها تاني فالمعلومه هتركز في دماغنا على طول، وهنعرف الطريقه انها سهله جدا. اهم حاجه تثبتي ايدك عليها وانت بتقطعي كده البانيه عشان تطلع معاكي الشريحه كامله كلها ومظبوطه. اللي ما شافش الموزه دي، القطعه اللي هي موجوده دي انا قطعتها ازاي في الحته اللي فاتت، فشوفيها تاني هتعرفي بقطعها ازاي. واكيد لما بتجيبي البانيه جاهز بتاخدي بالك ان القطعه اللي هي الموزه دي بيكون مقطوعه شكلها بيكون عامل ازاي، هتشوفيها دلوقتي معاكي. طبعا في ان شاء الله حلقه هنزلها لكم بعد الفيديو ده، اللي هي حلقه الشاورما. انا عملت شاورما من الصدور دي، برضو هتشوفوا عملت طريقه جميله جدا واقتصاديه قوي، وهتشوفي هتعمل معاكي كميه قد ايه. وعملتها لكم برضو ان انا حبيت اوريكي لو برضو صدر جنب واحد بس هيعمل معاكي كميه قد ايه، ولو الاتنين هيعمل معاكي كميه قد ايه. اكتبي لي في التعليقات ان الفيديو عجبك، وان شاء الله وشجعيني طبعا بتعليقات جميله، وحطي اللايك، ما تنسيش اهم حاجه اللايك. يا رب يكون الفيديو النهارده فاتكم وعجبكم. بصي انا وريتك الجزء الاخير اهو، ببطط لك. بصي واهم حاجه تشيلي الدهون دي، اهم حاجه تشيلي الدهون ديت، ملهاش اي لازمه خالص، بتشيليها عشان تظبط معاكي الطعم. التتبيله بتاعت البانيه وتتبيله الشاورما كل ده ان شاء الله هنزله لكم في الفيديو اللي بعد ده على طول. اديني فصلت قدامكم اهو الموزه وبقت قطعه كامله زي ما انتم شايفين، لان هي بيكون في تجويفه في النص في الموزه ديت، فبعد لما بتيجي تقطعي من النص بتوصلي لها وبتكون بالشكل اللي انتم شفتوه قدامكم ده. يا رب اكون قدرت اوصل لكم الطريقه وتشجعوني باللايك يا جماعه، بالله عليكم ما تنسوش اللايك، لان هو بيفرحني جدا وبيرفع الفيديو وبيخلي الناس تقدر تشوفه اكتر عدد من الناس. بصوا كده انا عملت الطبقين. ممكن تجيبي الفرخه وتجزئيه على حسب افراد الاسره اللي في البيت، تجيبي الفرخه تكون كبيره وتقطعي منها بانيه وتطلعي منها دبابيس، وممكن تعملي منها وراك، كل حاجه تقدري تعمليها. وان شاء الله احاول قد ما اقدر انزل لكم حاجات تدابير ان انت تعرفي تاكلي البيت كله بحاجات اقتصاديه ومفيده في نفس الوقت. وبكده نكون خلصنا الحلقه، واشوفكم في حلقه جديده من دلع مطبخك مع نانسي ان شاء الله في حلقه جديده. وتابعوا الحلقه الجايه هتكون الشاورما ان شاء الله بطريقه جميله جدا وهتعجبكم، واكله اقتصاديه وهتكفي عدد كبير من العيله، وممكن تعمليها في العزايم كمان جنب العزومه بتاعتك جنب اي حاجه تانية.